للحديث في هذا الموضوع هنا في الاستوديو ينضم إلينا القيادي بائتلاف العربية الأستاذ حيدر الملا. مساء الخير أستاذ حيدر، أهلا فيك مجددا هنا في استوديوهاتنا. شوي إلى حد ما بآخر أسبوعين كانت معركة الموصل أساسية بهجومات ترامب حول سياسات الولايات المتحدة تجاه العراق وتجاه داعش. طبعا كلامه عن كل هذه الحروب وعن الغزو وإلى آخره. برأيك هل ستتغير سياسات الولايات المتحدة تجاه العراق مع وصول ترامب؟ شكرا جزيلا ست نجوى، الله يساعدكم، كانت تغطية ممتازة مع الانتخابات شكرا الأمريكية. شكرا، واجبنا. يعني الحدث الأبرز يعني عندما كعراقيين نتابع هو تصريحات الرئيس الأمريكي الآن، الرئيس الأمريكي في كاليفورنيا 2015 عندما تحدث عن رؤية لإعادة احتلال العراق، تحدث بها بشكل واضح. نعم. ما يهمنا الآن أنه سياسة الديمقراطيين طيلة السنوات الماضية كانت واضحة تجاه دعم الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي، وكان دعم مطلق لإيران، وكان انسحاب أوباما اللي هو كان عنوان الحملة الانتخابية أثناء ترشحه للدورة الثانية هو قضية الانسحاب من العراق. وهذا ما أعلنوا يعني من قراراته الأولى ونفذوا بعدين. وبالنتيجة ترك فراغ ملئ إيرانيا، وبالنتيجة أصبح العراق والمنطقة تعاني من سياسة المحاور اللي أصبحت إيران من جهة، تركيا من جهة، وعانت منطقتنا العربية من العديد من الأزمات. نعم. بسبب غياب أجندة أمريكية واضحة أو سياسة ملء الفراغ التي ملئت إيرانيا. نعم. اليوم واضح أن سياسة ترامب يعني مغايرة لسياسة الديمقراطيين فيما يخص الملف السياسة الخارجية. اليوم باعتقادي الكرة في ملعب القوى السياسية العراقية. لحد هذه الفترة ماكو رؤية لمعالجة الأوضاع في العراق، مرحلة ما بعد داعش اللي الكل يتحدث بها. الكل متفق على الرؤية، ولكن الإرادة غابت من أن يكون هنالك مشروعا سياسيا لمعالجة الحاضنة التي خلقتها السياسات السابقة للحكومات السابقة، التي خلقت نوع من الفجوة بين المكون السني نقولها بهذا اللون الفاقع والحكومة المركزية في بغداد. وهذا الفراغ أو هذه الحاضنة الهشة أو العلاقة الهشة استفاد من عندها تنظيم داعش. طيب عفوا بدي افتح هون هلالين. الحكم الجمهوري اللي سبق المحافظ اللي هو حكم جورج بوش أدى إلى احتلال العراق، وأيضا إلى بداية صعود هذه التنظيمات اللي استفادت من فراغات أمنية، استفادت من قرارات ظلمت القطاعات الأمنية العراقية، واستفادت من طبعا بدايات تهميش مجموعات سكانية على حساب مجموعات أخرى. يعني واضح احنا ما نريد نفتح الدفاتر القديمة، ولكن 11 سبتمبر التجربتين عندكم بالعراق. جيد، ممتاز جدا. 11 سبتمبر كان نتيجة احتلال العراق. بول فوكس في حينها بعد أحداث 11 سبتمبر قال الدبابة الأمريكية ستنطلق اتجاه كابل ولن تتوقف إلا في العراق. عدم قدرة النظام السابق في التعاطي مع متغيرات المجتمع الدولي خلانا بالعراق أمام مشروع جاهز المعالم جاءوا به الجمهوريين في حينها إلى العراق، وسببت كوارث ليست في العراق ولكن في المنطقة. نعم. اليوم نقول القوى السياسية العراقية تحديدا التحالف الوطني الشيعي، نعم، إذا لم يدرك أن العالم تغير وأن الجمهوريين لن يكونوا كوبي بيست من سياسة الديمقراطيين، وإذا لم يكون هنالك مشروعا عراقيا لمعالجة الأوضاع في العراق وإحداث مصالحة حقيقية والوقوف من كل المكونات بمسافة واحدة والتعاطي مع دول الإقليم بمعيار واحد ولكن على أساس احترام السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وليست سياسة التابع والمتبوع كما يحدث بين بعض القوى السياسية وأعنيها إيران، أيضا معنى ذلك سيأتي لنا مشروع جاهز من الجمهوريين ويطبق بالعراق. وجربنا عندما يأتي مشروع من الغرب خارجي دون أن تتفاعل معه القوى العراقية لإحداث متغير في العراق، شفنا تداعيات مع 2003 مثل ما تفضلتي. فبالنتيجة أقول اليوم المتغير في هذا النتائج الانتخابات أن القوى السياسية العراقية وتحديدا التحالف الوطني إذا لم يتداركوا معالجة الأوضاع في العراق والأسباب التي أدت إلى انتشار تنظيم داعش والأزمات الاقتصادية اللي نعاني من عندها، فمعنى ذلك أيضا سيأتي لنا مشروع جاهز من قبل ترامب. مين القوى السياسية اللي عم تتوجه لها بشكل رئيسي؟ بشكل رئيسي التحالف الوطني، الإسلام السياسي الشيعي اليوم هو الذي يشكل العمود الفقري من هذه العملية السياسية. التحالف الوطني واحد اليوم بين 2003 أو 2004 وال 2016
هو واحد؟ لا مو واحد. أشكرك على أيضا هذا السؤال. اليوم إذا تلاحظين سياسة العبادي أنا أكثر من مرة قلتها انتقلت نعم. بالعملية السياسية من منطقة السلطة إلى منطقة الدولة، ولكنه يجابه بقوة سياسية من داخل حزبه ومن أطراف أخرى من التحالف الوطني. نعم. ومن الأجنحة المسلحة اللي أصبحت مرتبطة بإيران، تشكل عامل صد لمنهج الدولة. ولذلك هذه القوة أوجه لها الخطاب، إذا لم تتعاون مع العبادي ومع بقية القوى السياسية الأخرى من بقية المكونات لإحداث إصلاحات حقيقية، فسيأتي الحل مستوردا. وأي منطقة، أي مجتمع عندما يستقبل حلا خارجيا لن يكون إيجابيا بكل تأكيد. ولذلك اليوم يعني المتغير في هذه الانتخابات أن يدركوا أن دعم التيارات الإسلامية لن يكون في منهج ترامب والجمهوريين، لأن أعلنوا عن ذلك بشكل واضح. بمعنى آخر، سياسة ملء الفراغ إيرانيا ودعم التيارات الإسلامية الذي كان ينتهجها الديمقراطيين في ملف السياسة الخارجية، هنا اليوم حدث به متغير، وعليهم أن يتعاملوا مع هذا المتغير من خلال أن يحدثوا تغيير ويرسلوا هذه الرسالة إلى الغرب للتعاطي مع هذا التغيير، حتى نستطيع أن نحظى بنفس الدعم، ليس فقط لتجاوز أزمة داعش، ولكن أيضا يمكن يكون عندنا الآن نحن عندنا فراغ بالسياسة الأمريكية. لنعتبر بأي معنى فراغ؟ بمعنى أنه في أولا التسلم والاستلام 3 أشهر بكل تأكيد، 3 أشهر، وبعدين الرئيس بده يستوعب ملفاته ويبلش يتعاطى معها. ثانيا، وهيدي النقطة الأهم، في عنا رئيس بعدنا لا نفهم أولوياته بالسياسة الخارجية ماذا تكون، وبالتالي في فراغ أساسي. العراق يعيش على وقع المعركة الأساسية مع داعش. يعني الرجال وضح إلى الحد اللي وصل، اعتبر الخلاص من نظام صدام حسين خطأ استراتيجي. ترامب وضح بالحملة الانتخابية أنه ضد فكرة الربيع العربي والديمقراطية الهشة ومع أنظمة يعني حديدية في المنطقة، ضد التيارات الإسلامية أعلنها بشكل واضح، ضد الاتفاق النووي مع إيران على أن يكون بدون ثمن. طيب هذا كيف بينعكس بالعراق هالكلام إذا التزم فيه هو للآخر؟ هسه خليه يلتزم 50% من عنده، هم راح يكون إيجابي. مبسوط إنه يلتزم ب 50% بكل تأكيد، لأنه إحنا اللي صار الانسحاب الأمريكي اللامسؤول في الذي نعم. قام به الرئيس أوباما وإدارة الديمقراطيين، ومحاولتهم في إضفاء نوع من الديكور على العملية السياسية، أنه أكو انتخابات، أكو رئيس وزراء منتخب، أكو برلمان منتخب، بغض النظر عن المشاكل الكارثية اللي تحدث بالعدنا بالعراق. بكل تأكيد هذه كانت تداعيات سلبية على الواقع العراقي. أنتج لنا 4 ملايين نازح، أنتج لداعش، أنتج لأزمة اقتصادية، أنتج لأكبر منظومة فساد موجودة بالعراق. من تتحدثين مع الديمقراطيين يقول لك الديكور بالعملية السياسية باقي. اليوم هذا اللي نقوله، لو يداركون ونسوي إصلاحات، لو باعتقادي راح يجينا يعني حل مستورد. واضح أن سياسة ترامب تحاول أن لا تبتعد بمسافات عن سياسة الديمقراطيين. طيب ليست فقط بس تتأثر الآن معركة الموصل بهالوقت الضائع هيدا؟ لا تتأثر؟ باعتقادي ما تتأثر، ولكن هل معركة الموصل هذا اللي كنا نتكلم به، هل هي تحل بالأزمة العسكرية؟ بمعنى آخر، هل أزمة داعش أزمة أمنية فقط؟ هي أزمة أمنية وأزمة سياسية. بمستواها العسكري بكل تأكيد التحالف الدولي مستمر ودعم الولايات بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وستحسم معركة داعش في تصوراتي حتى قبل يعني الاستلامة للإدارة الأمريكية بشكل فعلي. يعني اليوم معركة الموصل هنالك الجيش يعني he did very well، وحقيقة أكو تقدم جدا كبير وتدار المعركة بمهنية عالية. هلا ترامب بيحله بيقرر يعمل جيش جديد على أساس العراق يعني على مستوى القوات الأمنية عم بيعاني مع قرارات الأمريكية كان بآخر عقدين. بس احنا اللي نقوله أنه مشكلة داعش في العراق هي مو مشكلة أمنية بالمستوى الأول اللي تفضلين به، بكل تأكيد راح تصير لها حل، ولكن احنا كنا نقولها اذا ماكو حلول سياسيه راح يطلع لنا ابن داعش وراح تطلع لنا اجيال جديده من داعش. هذه الاصلاحات اذا ما قاموا بها العراقيين، اذا لم ينتبه التحالف الوطني الشيعي لطبيعه المتغير، اذا ظل يتعامل بمنطق المنتصر والمهزوم، مكون منتصر ومكون اخر مهزوم، هذا معناه ستاتي حلول ترامب جاهزه. وحينها بكل تاكيد اني مؤمن اي حل مستورد لن يكون إيجابيا لا على الواقع العراقي ولا على واقع أي دولة أخرى.
ولذلك هذه مسؤولية القوى العراقية في أن تدرك أن الديمقراطيين عهدهم انتهى والمحافظة على ديكور العملية السياسية انتهى، ولا بد من إصلاحات حقيقية، وإلا البديل يعني لنرى إن كان الجمهوريين بدهم أكثر من ديكور، لأنه العراق عند اثنين يعني استثمر بهذا الموضوع، عند الديمقراطيين وعند الجمهوريين. بدي أتشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا حيدر الملا القيادي بائتلاف العربية ضيفنا هنا في استوديو حدث اليوم. شكرا جزيلا لك.